سلام من يوم معتقد. أني شيعي متشيع. شيعي متشيع او خوف سني متشيع؟ لا شيعي متشيع. يعني طبعا الله، إذا التشيع تسمح. الثاني. نعم والله العظيم الله. تشيع. أنا بسببك شيعي والشيعت، لأنه أقسم بالله العظيم وأني ما كنت أعرف شنو المذهب، شنو الاعتقاد، شنو الشيعة، شنو كذا. والله نعم. يعني كنت نعم. هيك بغيبوبة. نعم. فمن خلالك أنت قمت أعرف كل شيء. أنا صار لي تقريبا أكثر من سنة حوالي متابعك، والله العظيم وأقسم بالله العظيم كنت كل شيء أسوي. الله يقبل. الله يستر عليك شيخنا. الله كنت يقبل. كل شيء أسوي. أنا بعد طبعا روح هنا الشيخ. عايش بالنمسا وسايق مال شاحنة. يعني أنا لا. عفوا أكو ألفاظ أريد أحكيها، بس يعني هذا اللي بقلبي واللي بداخلي. يعني حتى الخمر كنت أشرب. نعم. والله العظيم. وأنا واهتديت بسبب صدفة، البلد؟ اي والله انا صدفة تعرف اني مسافات اروح لفرنسا، اروح لايطاليا، اروح لاسبانيا. فطريقي مرتضى. طريقي طويل. نعم. من اول ما شفتك والله العظيم ظليت متابعك. الله. والله الله العظيم يحفظك ظليت ان شاء الله. متابعك الى ان بعد الحمد روح. لله والشكر. الف الحمد لله والشكر، الف الحمد لله والشكر. اني هسه تركت كل شيء وظليت يا أخي والله العظيم بالقرآن. يعني ما أعرف شو أفسر لك، وما أعرف شو أدعي لك، وما أعرف شو أقول لك. يعني أنت ما تدري، والله شاهد ورقيب. والقرآن أدعي لك والله دعاء. انت تحكي. والله انا هذا هدفي من ضمن الاهداف. اريد الشباب الشيعة تتوعى، شباب الشيعة ترجع الى طريق الحسين، هو طريق الله، معرفته معرفة الله. اريد الشباب تعرف سيرة الائمة، تطلع على. انا لهذا اطالب بالشيعة ان يتشيعوا مرة اخرى، لان التشيع الاول هو تشيع فقهي. بمجرد نشهد عليا ولي الله. انا اريد التشيع العقائدي، التشيع المعرفي، ان تكون عارفا بمحمد وال محمد عليهم صلوات ربي اجمعين. هذا اللي رايدين احنا. أحسنت والله. هو هذا نفسه هسه اللي أنت قلته، هذا التشيع الثاني اللي صار عندي. نعم. والله يعني أنا كنت بس اسم شيعي، يعني كله هيك كنت ما أعرف لا أدري. وحتى ماكو بقلبي أتخيل مرات أجي للعراق ما أروح زيارة. تخيل يعني أنا مرات أروح للعراق ما أروح للزيارة. ليش؟ لأنه ما عندي اهتمام صراحة. يعني أنا آسف والله العظيم، بس هاي الحقيقة. بس بعدين من خلالك أنت والله قمت أنت من تجي طاري الإمام الحسين عيوني تدمع. الله ابو عبد الله حبيبي يا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. والله داعت أولادي بشرفي بالقرآن. يعني أنا بخلالك أنت وعن طريقك أنت قمت أعرف شنو أهل البيت. والله يرحم والديك، ألف رحمة على والديك. اي والله الله يرحم والديك، والله ينصرك ويحفظك ويستر عليك ويخليك فخر. انه والله العظيم انا بصراحه يعني اكو كلمه خاف انت ما ترضى عليها. يعني انا بصراحه انا اقول انت اخر الزمان. استغفر الله، انا اسف يعني، بس هيك وصلت لهالمرحله. من ما هالقد الله يوفقك. عبد من عبيد صعب الزمان. والله العظيم انا اقول انت امامي. يعني انا متخذك الي امام حقيقه. لا استغفر الله. اي والله. لا انا عبد حيل متمسك. انا عبد عجب. الله يوفقك ان شاء الله. انا عبد من عبدة البيت. الله يوفقك. انا عبد لعبيد الزهراء. الله يوفقك ويستر عليك ان شاء الله، ويخلي لك هاي الشباب اللي وياك الزينين. انا طالبك بشغله شيخنا، الله يستر عليك. نعم. عندي شغله بسيطه ويا الدوله هنا، شغله ورق يعني هيك موافقات وهذا. واني هاي صار يمكن اكثر من 15 سنه منتظر هاي الشغله. نعم. واريد من عندك دعاء من قلب ورب. الله يستر عليك ويخلي لك اولادك ان شاء الله. ان شاء الله ما انساك بصلاه الفجر. اي والله. الله يرحم امك. يا عاد. الله يرحم والديك. شكرا لك، وانا اسف على الاطاله، وتحيه لكل المتابعين والشباب اللي وياك الحلوين، والله يستر عليكم. رحم الله والديك. شكرا شيخنا. مع السلامه. مع السلامه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا
عبيد 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 لعبيد الزهراء، أو يجعلنا خدمة لخدمة أمنا الزهراء سلام الله عليه، وأن لا تغرنا الدنيا بغرورها وزخرفها وزبرجها، وأن لا يخدعنا أو يمكر بحيلتنا ونرى أنفسنا نحن في الشيء. نحن لا شيء أمام الزهراء، نحن لا شيء أمام خدمة الزهراء المخلصين، نحن عبيد لعبيد الزهراء، نحن خدم لخدمة الزهراء. اللهم لا تجعل الدنيا دار غرورنا، ولا تجعل نرى أنفسنا، نحن لا شيء أمام محمد وآل محمد عليهم السلام. نسأل الله تعالى العلي القدير الإخلاص والتوفيق، وأن نكون من المخلصين السائرين على منهج أهل البيت عليهم السلام.